السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي أحبابي أعزائي. فيديو جديد إن شاء الله نبدأ فيه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الأهلي في المباراة الأخيرة وشكله اللي مش طبيعي خالص، ومش عارف، أنا حتى بلاحظ في صفحات كتيرة من الأهلي، مشجعي الأهلي بيخبطوا تخبيط. بسمع واحد من شوية اسمه علي عنده قناة اسمها صد رد، بيتكلم يقول لك إمام عاشور كان عاطي الشوط الأول لحد إيه مش عارف 55 عاطي ظهره للجول. إيه عاطي ظهره للجول؟ الجول الخصم. في لاعب في الدنيا اسمها عاطي ظهره للجول؟ مش عارف الناس دي بتتكلم عن الكرة إزاي. والله العظيم بيسيئوا للكرة وبيسيئوا للأهلي وبيسيئوا لأنفسهم. في لاعب في الدنيا اسمه بيدي ظهره للجول؟ ليه؟ هو ده آلة، ده ريموت كنترول، والمدرب ماسك ريموت كنترول في ايده وخليه عاطي ظهره للجول. انا مش عارف انا ايه الناس دي بتتكلم على الكرة ازاي وبتتكلم على الاهلي ازاي. اقسم بالله بيسيئوا للاهلي. الناس دي بتاعت سبوبة، عايزة سبوبة اكل عيش وخلاص. كل والناس اللي بتشتم بألفاظ بذيئة والفاظ قذرة على الإدارة وعلى اللعيبة. يا جماعة عيب عيب عيب، ده النادي بتاعنا المفروض نوقفه على رجليه ونساعده ونقف، احنا حماه، احنا في ظهره، مش احنا نكسره ونهدمه. الاهلي يا جماعة، ده الاهلي يعني مصدر السعادة لنا، فنقف جنبه ونساعده ونوقفه على رجليه تاني. اللعيبة منهكة تعبانة، لعيبة كتير في المستشفى إصابات، ولاعيبة مشيت. فالراجل هيعمل ايه بجد؟ اي نعم هو بينزل الناس في مش في اماكنها، بس ده المتاح له، ده المتاح له. ونلوم عليه انه بيطعم الفريق بالاشبال الصغيره، خليها تلعب، لعبها في اماكنها. المكان اللي مش موجود فيه لاعب نزل فيه شبل من الاشبال يلعب، وبسم الله وما شاء الله يعني عليهم، مية مية الاشبال دي. وارجو من الناس اللي هي فاتحين قنوات للاكل العيش، لاكل العيش، بلاش الكلام ده. الامام عاشور، طب وايه اللي خلاه اشتغل بعد الدقيقه 55؟ رمى الريموت يعني المدرب ولا انت مفكر المدرب بيقول للاعب العب كذا ولا اعمل كذا؟ لا، هو بيديله الخطه ويسيبه يلعب، هو اللي بيتحرك. تبقى المفروض امام يتحرك واللي معاه يتحركوا. لكن انا بشوف ان كل لاعب بيلعب لوحده، كل لاعب الميس باص كتير جدا، ولعب تحس انهم بيلعبوا في جرن، مش بيلعبوا في نادي الاهلي يعني. يلا ربنا يسترها معاهم ومعانا يا رب، ويعودوا لسابق عهدهم، وربنا ينصرهم يا رب ويقويهم، وان شاء الله بامر الله تعالى الجاي افضل ان شاء الله ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.